راجل عمره 30 سنة، صحته زي الفل، ما بيشتكيش من أي حاجة، بيلعب رياضة وما بيدخنش. الراجل ده في يوم من الأيام هيدور على أقرب صيدلية وهيشتري علبة دواء، مش علشان هو مريض، ولكن علشان هو خايف. خايف من إيه بالظبط؟ أهو ده اللي هنعرفه سوا النهاردة، لأن القصة اللي هنحكيها النهاردة مش قصة دواء، القصة قصة خوف. خوف اتحول لصناعة بمليارات الدولارات، وأغلب الناس اللي داخلة فيه زي بطلنا ما عندهاش أصلا أي مشكلة. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. نرجع بالزمن شوية من سنين طويلة. العلم اكتشف إن في مشكلة صحية حقيقية اسمها ضعف الانتصاب، بتحصل غالبا للرجالة اللي عندهم سكر أو ضغط أو مشاكل في القلب أو بيكبروا في السن، ودي مشكلة حقيقية فعلا ومحرجة كمان، وصعب على أي راجل إنه يعترف بيها لنفسه، فما بالك بقى إنه يروح لدكتور غريب عنه. ولكن لما ظهر دواء بيحل المشكلة دي وبحبة واحدة ومن غير ما حد يعرف، الدنيا اتقلبت. الدواء ده بقى واحد من أنجح الأدوية في تاريخ صناعة الدواء كلها. وطبعا لما بقى فيه نجاح كبير بيجي وراه حاجتين: فلوس كتير وناس كتير عايزة تاخد نصيبها من الفلوس دي وبأي طريقة. بس المفاجأة اللي قلبت الدنيا كلها جت أصلا من مكان تاني خالص، لما المريض بقى مش مريض. مع الوقت بدأ يحصل حاجة غريبة جدا. الدواء ده أصلا اتعمل لراجل عنده 60 سنة مثلا وعنده مشكلة صحية واضحة، ولكنه بقى بيتباع لشباب في العشرينات والتلاتينات وصحتهم زي الفل ومفيش عندهم أي تشخيص طبي من الأساس. طب ليه شاب في العشرينات ممكن ياخد دواء اتعمل لراجل في الأساس عنده 60 سنة؟ الإجابة للأسف مش علشان هو عيان، ولكن علشان هو خايف إنه يبقى مش كفاية. وهنا لازم نقف شوية عند نقطة مهمة، وهي إزاي الخوف ده بيتولد من الأساس. لو سألت أي حد فاهم في الموضوع هيقولك إن أكبر مصدر لمعلومات الشباب عن العلاقة الجنسية مش الأهل ولا المدرسة ولا حتى الصحاب. المصدر الأول وبفارق كبير هو الأفلام الإباحية. فكر معايا في الموضوع ده لحظة. الأفلام دي مش بتوثق واقع، ده إنتاج وفي تصوير وفي وقفات وفي مونتاج وفي ممثلين بيتقاضوا أجر علشان يقدموا أداء بمواصفات معينة، وعلشان كده دي مش الحياة الطبيعية لأي حد. المشكلة إن الشاب اللي بيتفرج على الحاجة دي من وهو صغير من غير ما حد يقعد يفهمه إن اللي بيشوفه ده مش الواقع أساساً، بيبدأ يبني في دماغه معيار غلط تماماً عن معنى الأداء الطبيعي. ومع الوقت المعيار الغلط ده بيتحول لصوت جوه دماغه، صوت بيقول له أنت مش زي اللي بتتفرج عليه، يبقى أنت أكيد في حاجة ناقصاك. وده أخطر حاجة في الموضوع كله، إن الشاب ده مش بيقارن نفسه بمعيار وهمي وبس، هو كمان بيتخذ قرار طبي، بياخد دواء له تأثير على قلبه وضغطه، وبناء على معلومة غلط جات له من مصدر ملوش أي علاقة بالطب من الأساس. مشهد بيتكرر يوميا آلاف المرات في الصيدليات حوالين العالم: شاب داخل على الصيدلية مش عايز يبص في عين الصيدلي وبيهمس بالطلب وبياخد العلبة ويمشي وبسرعة. الصيدلي أصلا ما بيسألوش أنت عندك مشكلة صحية ولا لأ، لأن الموضوع كله مبني على الإحراج، والإحراج ده هو نفسه اللي بيخلي الشاب يدور على أسهل طريق مش أضمن طريق. وأسهل طريق النهاردة هو الإنترنت. تقدر تطلب الدواء ده أونلاين من غير ما حد يشوف وشك ومن غير وصفة طبية ومن غير حتى سؤال عن حالتك الصحية. وهنا بالظبط يبدأ الجزء الأخطر في الحكاية كلها. في سوق شرعي واضح، في شركات أدوية كبيرة ومعروفة، وفي صيدليات مرخصة، ولكن جنب السوق ده ويمكن يكون أكبر منه كمان في سوق تاني ماشي في الضلمة تماما: سوق التقليد والتهريب. بما إن الطلب على الدواء ضخم، وبما إن الناس ما بتحبش تسأل ولا بتحب تتأكد، بقى كمان في ناس شاطرة بتستغل الموقف ده وبدأت تصنع نسخ من الدواء في أماكن مش خاضعة لأي رقابة، وبتبيعها بقى بسهولة على الإنترنت أو في محلات مش متخصصة. المشكلة إن الحبة اللي بتشتريها من المصدر ده محدش يقدر يضمن لك إيه اللي جواها. في حالات كتير اتفحصت ولقوا إن الحبة دي ممكن يكون فيها ضعف الجرعة اللي مكتوبة على العلبة من بره، وفي حالات تانية الحبة ممكن ما يكونش فيها مادة فعالة أصلا، وبيحطوا بقى بدالها بودرة أسمنت أو حتى دواء للسكر. وده اتسبب فعلا في حالات غيبوبة ووفاة موثقة في أكتر من بلد.
يعني الشاب اللي رايح يشتري من الصيدلية شوية ثقة ممكن يرجع لبيته وهو ماشي فعليا على حافة خطر صحي حقيقي، لأن الدافع بتاعه كان الخوف النفسي مش الفحص الطبي. الجزء الغريب بقى في الموضوع إن أنا لو قلت لك إن السوق ده الرسمي والمهرب مع بعض بيتحرك في فلوس بمليارات الدولارات كل سنة، وبيكبر أسرع من قطاعات صناعية تانية كتير. وده لأن أي حاجة ليها علاقة بالجنس والخوف والإحراج بتبقى دايما أرض خصبة لأي تجارة. ولكن الحاجة بقى اللي فعلا بتوجعك إنك تعرف إن نسبة كبيرة من الفلوس دي مش جاية من ناس عيانة فعلا، ولكن جاية من قصص زي بطلنا اللي اتكلمنا عليه في الأول، واللي مش محتاج حاجة من الأساس ولكنه مقتنع إن ناقصه حاجة لأنه شاف حاجة على شاشة الموبايل ملهاش أي علاقة بالحقيقة. وفي النهاية الحكاية اللي حكيناها النهاردة حكاية بتبدأ بخوف بسيط وبتخلص بصناعة عملاقة بتلعب على الإحراج وعلى الجهل، وممكن كمان توديك المستشفى وانت مش واخد بالك. القصة مش عن دواء، ولكن القصة عن إنه إزاي إحنا نفسنا ساعات بنسيب أهم قرارات في حياتنا لمصدر معلومات ملوش أي مصداقية من الأساس. وسؤالي ليك أنت شخصياً خدت معلوماتك الجنسية منين؟ يا ريت ترد علينا في الكومنتات. ولو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهلا بكم في حكاوي الرغايين.